بعد انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز حصل مشكلة ما بين المسؤول عن الاستاد او الامن بتاع الاستاد وما بين لاعيبة نادي الزمالك. انا هتكلم عن الموضوع او هعلق عليه من حيث رد فعل المسؤولين في نادي الزمالك ورد فعل جماهير نادي الزمالك بعد حدوث الواقعة. اللي حصل من مسؤول نادي الزمالك هو طلع تصريحين، وطلع تويتر تصريح للمتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اللي بيقول لك ان في اجتماع دلوقتي مع رئيس نادي الزمالك، بين رئيس نادي الزمالك وما بين امين الصندوق وما بين رئيس البعثه لبحث الانسحاب من نهائي السوبر اللي جاي نتيجه الموقف اللي حصل. البيان اللي طالع او التصريح اللي طالع من امين الصندوق الاستاذ حسام مندوق قال لك ان احنا تواصلنا مع المسؤول اللي حصلت معاه المشكله وفهمناه ان دي يعني كانت شده ملعب ونتيجه العصبيه بتاعه المباراه، وان هو لابس لبس ما يوضحش هو ايه كمسؤول، وبالتالي اختلط على اللعيبه الامر وحصل خطا غير مقصود او مشكله ما كانش مقصوده يعني. بالنسبه للتويته كان مصطفى شلبي نزل كلبشات وبيقول لك شكرا على حسن الضيافه. الحقيقه كان التصرف من وجهه نظري اللي كان المفروض مجلس اداره نادي الزمالك يعمله ان هو كان لازم ينزل بيان اعتذار ويتم حساب المخطئ. يعني يتم، لان كان عبد الواحد السيد كان احد المخطئين، يتم اقاله عبد الواحد السيد. نادي الزمالك ما كانش هيقف عليه خالص لو كان تم اقاله عبد الواحد السيد ويتشاف حد تاني مكانه. كان يتم عقاب اللعيبه باي شكل ويتم نزول بيان في اعتذار وفي حساب للناس دي. الموضوع ده كان هيفرق كتير جدا وكان هيهدي الامور، لان انت اللعيبه بتاعتك غلطت والمسؤول بتاعك غلط، فالطبيعي ان لازم يكون في حساب. انما انت لما تيجي تقول انا هنسحب محدش هيتضر غيرك، مش هيحصل اي حاجه. يعني متخيل ان انت لما تعمل الكلام ده هتضغط على الجانب الاماراتي او المسؤولين عن تنظيم البطوله ان هم يخرجوا لك الناس بتوعك؟ بالعكس، انت كده بتخلي الموضوع يكبر اكتر. انت كنت اعترفت بخطأك، اعتذرت، كان الموضوع كان هيتلم وكان ممكن يبقى الامور افضل من كده. انما رد الفعل سواء كان من مصطفى شلبي باللي عمله، لان انت بتقول شكرا على الضيافه، انت ما رحتش احترمت صاحب البيت. عايزه يحترمك ازاي ولما يجي ياخد حقه بالقانون تقول شكرا على حسن الضيافه؟ يعني انت رايح تضربه في بيته ورايح تعتدي عليه في بيته ومش عايزه ياخد حقه وفي الاخر بتغلطه هو. طبعا ردود افعال مستفزه جدا للجانب الاخر، والطبيعي ان هو يسعى ان هو ياخد حقه ويفضل مصمم على موقفه لان مش شايف رد فعل مناسب للخطا اللي حصل. ده بالنسبه للمسؤولين. بالنسبه للجماهير بقى، انا مش عارف امتى جماهير نادي الزمالك هتتعلم او هتعرف ان لما يجي لعيب من عندك يغلط او حد من عندك يغلط، بدل ما تدور له على المبررات اللي تبرر له الغلط اللي هو عمله او تقول ده نخوه ورجوله وهو ما عرفش خد حقه، امتى تغلطوا الناس بتاعتكم؟ انتم مسكتوا كهربا اللي الاهلي اعلن عقوبته ورحلوا على مصر ونزلوا على مصر وطلعوا من المعسكر ومحدش شاف اي حاجه خالص. قعدتوا تقولوا ده ضرب كولر ومعرفش تف على محمد رمضان، وقعدتوا تعملوا قصه ومحدش شاف حاجه ومحدش عارف حاجه الا ان الاهلي قال ان الراجل غلط واتحاسب. ما بالكم بقى المشكله اللي حصلت صوت وصوره ومتشافه؟ برضه يقول لك انت بتحكم على اي اساس؟ هو انت شفت وعرفت مين الجانب الغلطان ولا انت بتحكم بانتمائك؟ انا ما بحكمش بانتمائي، الصوره واضحه. وبعدين ما فيش حد من المسؤولين في نادي الزمالك طلع قال لك اي تفاصيل عن الموضوع. التفاصيل اللي حكاها كان مدحت شلبي وعمرو اديب وناس كتير ويوتيوبر زملكاويه. الناس اللي حكت قالت ان الزملكاويه هو الجانب الزملكاوي هو اللي غلطان. حتى حسام المندوب لما نزل وفي الكلام بتاعه قال لك احنا اعتذرنا. معنى ان احنا اعتذرنا معناه ده اعتراف ان انتوا غلطانين. طيب انت كجماهير نادي الزمالك عمال تقول لك انت بتحكم على اي اساس؟ ما الصوره واضحه. انت مش عاوز تشوفها، مش عشان انا بحكم بانتمائي، عشان انت مش عايز تغلط لعيبتك ولا تغلط حد عندك بانتمائك. تيجي تقول لك ده فرد الامن ما يمكن هو اللي اعتدى عليهم واحنا ما بنسكتش ودي نخوه ودي رجوله. لا، ده لا نخوه ولا رجوله، انا اسف في اللفظ، دي اسمها قله ادب. دي اسمها قله ادب. ده رد. الرد الثاني يجي يقول لك ايه؟ يجيب لك اي حاجه من الاهلي زي المشاده اللي حصلت مع الشيبي في الماتش لما كان الشناوي، ويجي يقول لك اهو ما انتوا فاتحين اهو، مع ان ما فيش علاقه ما بين دي وما بين دي. بدل ما يغلط لعيبته يا اما يجيب لك حاجه مقابله ليها في النادي الاهلي. طب افرض النادي الاهلي موقفه كان غلطان،
والشكل بتاعه ما كانش وحش وطلع فضحنا بره. بدل ما تبرر وتيجي تقول ما انتوا عملتوا، لا انتوا غلطوا الناس اللي عندكم، حاسبوا الناس اللي عندكم، اضغطوا على الاداره انها تحاسب الناس اللي عندكم، لعل وعسى الناس دي تتقوم وتعرف ان في حاجه اسمها عقاب. لما يخرجوا عن النص ويفضحونا بالمنظر ده يكون في حساب وفي عقاب. احنا بنسف على بعض، ممكن نحفل على بعض في حاجه زي كده، لكن بالتالي انا كراجل مصري انا ما اقبلش ان يكون في حد مصري مقبوض عليه بره. دي حاجه تزعلني مش تفرحني، بغض النظر عن التحفيل، لكن دي حاجه تزعلني. وما احبش يكون منظرنا كده ولا شكلنا كده، ولا احب ان تكون دي الواجهه بتاعتنا سواء من اهلي او من زمالك او من اي حد انه يطلع يمثلنا بره. لازم لما يمثلنا بره يكون واجهه مشرفه لينا. فبدل ما احنا نقوم نجد المبررات ونقعد نجيب حاجات قديمه نصدرها لينا عشان تعرف ترد، لما انتوا جيتوا غلطتوا كهربا كجماهير نادي الزمالك وقعدتوا تحفلوا، هل شفت حد من جماهير النادي الاهلي، مع العلم بان معظم جماهير النادي الاهلي بتحب كهربا وشايفه ان هو مظلوم وان كولر جاي عليه جامد، ولكن كلنا غلطناه وكلنا قلنا انه يستحق العقاب وكلنا قلنا ان احنا بندعم الموقف اللي اخده محمد رمضان قصاد كهربا. لازم تقوم اللعيبه بتاعتك علشان في الاخر يبقى في انضباط، والانضباط بيؤدي للنجاح ويؤدي للبطولات. البطولات بتروح وتيجي. لو انت كنت تاخد القرار الصح كان لازم اللعيبه دي يتم حسابها من نادي الزمالك ويتم الاعلان عن حسابهم وعقابهم واقاله عبد الواحد السيد. الكلام ده لو في الاهلي كان هو ده اللي هيتم، بعيدا عن البطوله او بعيدا عن غيره. الاهلي قبل كده وقف فريق بالكامل قصاد الزمالك في قبل نهائي كاس مصر تقريبا او دور الثمانيه، مش متذكر قوي، وكان الزمالك كان فيه عتاوله ابراهيم يوسف وكوارشي ولاعيبه تقيله، ومع ذلك كسبنا 3-2 بالشباب. القيم والاخلاق والتربيه والانضباط والالتزام اهم مليون مره من البطولات، لان هو ده اللي هيجيب البطولات مش العكس. اتمنى تكون رسالتي وصلت لجماهير نادي الزمالك ان هي تغلط اللعيبه بتاعتها وتضغط على مجلس ادارتها في ان هم يقوموا اللعيبه بتاعتهم مش يبرروا ليهم، وان كنت اشك ان هم هيعملوا الكلام ده لان دي من ضمن جيناتهم ان هم دايما يبرروا ويدافعوا عن لعبتهم حتى في الغلط. يا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.